يوم في حياة والنهارده عملت حاجه كان نفسي اعملها من اول ما اتجوزت. اول حاجه بقى كده صحيت وجهزت فطار، والفطار ده يا جماعه خطير واقرب حاجه لقلبي، وده بيض وفلفل وطماطم وحبه لبن وعليهم هوت دوج، وبحطهم في الطاسه كده وبعد كده بحط عليهم جبنه موتزاريلا. الوصفه دي مرات خالي كانت بتعملها وبجد كانت طعمها تحفه فعملتها. فطرنا بسرعه كده وبعد كده قمت روقت الليفنج كله، بعد كده دخلت غيرت ملايه السرير، وكالعاده بتسالوني الملايات بتاعتي منين؟ من عند خالته، ومجهزه لكم فيديو خطير للملايات. نيجي للفقره اللي بستناها من اول اليوم وهي الشاور، وبالمره اقول لكم على بادي سبلاش خطير. والكاش ده كنت جايباه في جهازي عشان عارفه ان انتوا هتسالوني عليه، وده بقى بادي سبلاش هوايه، وعايزه اقول لكم بجد ان هم احلى من بعض. اول واحده بقى وهي رقي، ورقي دي مسك ابيض، الناس اللي بتحب المسك وريحه النظافه تحبها جدا، انها فعلا خطيره. تاني سنت بقى كانت مختلفه قوي لان فيها مسك وخشب وكمان فواكه وورد، بجد ريحتها كانت خطيره ومختلفه جدا، وريحتها من روايح الهاديه، الناس اللي بتحب روايح الهاديه بجد السنت دي خطيره. لطفي دي بقى ريحه مش طبيعيه، ريحه نظافه خطيره كده، تحسوا ان انتوا لسه واخدين شاور وريحتكم كده فريش كانكم لسه طالعين من شاور حالا. سحر بقى وهي سحر فعلا، عايزه اقول لكم من الروايح القويه، ريحتها ورد، ريحتها خطيره بجد، الناس اللي بتحب الروايح القويه تحب السنت دي جدا. دره بقى ريحتها ريحه كوكونات كده، روز فانيلا، الناس اللي بتحب برفيوم روز فانيلا بجد نفس الريحه بالظبط، ريحته خطيره وهاديه قوي. السبلاشات دي جبتها من عند بيج هوايه، وهم عندهم سنت بانواع كتيره جدا وبجد اسعارهم حلوه قوي. دخلت بقى على المطبخ عشان اخلص كده مواعين الفطار في السريع عشان ما تكومش عليا، كمان عقمت حاجه وردوده بالمره، حطيت دور في الغساله. خلصت بقى المواعين في السريع كده، وده يا جماعه احسن احساس حرفيا بحس بيه. طبعا كان عندي غدا من امبارح وطلعته كده وسخنته بسرعه، وبعد كده اتغدينا وقلت بقى اما انزل علشان اعمل الحاجه الحلوه اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. نزلت يا جماعه عشان اشتري مرايه احلامي، واكيد ما ينفعش اعمل مرايه غير من عند بابا نورسي، ما اكيد يا جماعه مش هعرف اعمل مرايه غير من عند عمو سمير جارنا، لانه اشطر حد بيعمل مرايات في كفر الزيات. هي عنده مرايات حلوه قوي واشكال كتيره جدا، والماتيريال بتاعتها حلوه. زي ما انتم شايفين المرايه بتاعتي ما كنتش حباها خالص، بس جبناها بسرعه في اول الجواز، بدانا بقى نشيلها وياخد المقاسات كده علشان يركبها وتطلع مظبوطه. وزي ما انتم شايفين كده المنظر ده ما كانش ينفع اشوفه كده واعمل نفسي مش واخده بالي. خلصته بسرعه كده ورتبت كل حاجه مكانها، وكمان غسلت الارفف. ده يا جماعه كان الفاينل لوك، عايزه اقول لكم بجد انا مبسوطه بيها قوي قوي قوي، وبجد يا جماعه كان من احلامي ان انا اعملها في الحمام، بس ما لحقناش زي اي عريس وعروسه. مش شرط يا جماعه تعملوا كل حاجه قبل الجواز، في حاجات كتيره قوي بتتعمل بعد الجواز عادي جدا. الشاور بتاعي بقى، وخليني اقول لكم ان انا جبت شويه حاجات كده، حاجات بسيطه يعني من تحت وانا بجيب المرايه. بعد كده كنا جعانين بصراحه، طلبنا اكل انا وجيراني واتفرجنا على مسلسل 220 يوم، وبجد يا جماعه المسلسل ده حلو قوي قوي. وبكده يكون اليوم بتاعنا خلص، بس قبل ما اليوم يخلص قررت ان انا اغسل المواعين اللي كلنا فيها، وخلاص كده باي، اشوفكم في فيديو جديد.